السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عندك لفة جلاش تعالى ما أقولك بقى هتعمليها أحلى عشاء للولاد. عندي هنا لفة جلاش، وعندي هنا جبنة موزاريلا، وعندي رومي مبشور، وعندي طماطم متقطعة قطع صغيرة، وزيتون متقطع قطع صغيرة، وفلفل متقطع شرايح، وعندي هنا الجبنة بتاعة البرجر عادي، هي اختياري، موجودة او مش موجودة خلاص. بجيب هنا طبعا 2 ورق جلاش على بعض، هدينهم من النص كده مسحة زيت، وهحط طبعا جبنة رومي مبشورة، وهحط جبنة موزاريلا، وهحط طماطم، وهحط فلفل، وهحط زيتون، وفي الاخر هحط قطعة الجبنة بتاعة البرجر عليها. قلت لكم هي اختياري، موجودة او مش موجودة مفيش مشكلة، الجبن بتغنى عنها، هي كانت موجودة عندي وقلت احطها. طبعا انا بطبق اول تطبيقه كده، وبطبق التانية عليها، وبرجع اطبق الطرف ده واجيب الطرف التاني تحتها زي ما انتم شايفينها كده في الفيديو. هخلصها وهعمل برضك واحدة كمان معاكم. بجيب برضك ورقتين جلاش ومسحة زيت، وبحط الميكس الجبن، وبحط الطماطم والزيتون والفلفل. جميلة جدا للعشاء، الولاد هيحبوها. هطبق بقى الطرف واجيب الطرف التاني عليه، واجيب الطرف الاخير كده، والطرف التاني بجيبه من تحت، ما بطبقهمش على بعض. عندي هنا بقى الميكر بتاعي، هديله مسحة زيت، وهعمله برضو في طاسة على البوتاجاز، عشان اللي ما عندوش ميكر يعمله في طاسة على البوتاجاز. هنعمل كمان واحدة معاكم. هي حلوة وجميلة كويسة، جربوها وهتعجبكم. انا جبت بقى هنا القلاية بتاعتي اللي بشوي فيها الحاجات على البوتاجاز، اديتها مسحة زيت برضو، وحطيت فيها الباقي. عادي ممكن تعملوها في اي حاجة على البوتاجاز مفيش مشكلة. هنا بقلب بقى اللي في الميكر اهو. هحسه لسه، هسيبه كمان شوية، لسه من تحت هسيبه كمان شوية. هنا كان محتاج شوية زيت حطيت له. كده بقى تمام، خلص معايا اهو. طبعا الجبن طلعت منه، كانت ساحت، الجبن ساحت على الاطراف، وما كنتش عارفه ان انا اشيله. زي ما انتم شايفين الجبن طالعه ازاي. طبعا لما تعملوها في القلاية على البوتاجاز الجبن مش هتطلع كده ولا هتسيح، انما عندي الميكر هنا لما بضغط عليها فكان ضاغط على الجبن، فعشان كده طلعت بره. انما اللي انتم شايفينها في القلاية اهي ما شاء الله سليمه، مفيش فيها اي حاجه. كده بقى الجلاش بالميكس جبن جاهز معانا، جربوه هيعجبكم. ويا ريت اللي لسه اول مره يشوفني سبسكرايب ويفعل الجرس، وما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو منكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد.